السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ يا رب تكونوا خير يا شباب. اليوم راح اشرح لكم عن برنامج سنتات بعد غياب طويل. طبعا انا تركت البرنامج لان مثل ما تعرفون بالتحديث اللي اجى قبل فترة وبعر السالفة وحول كل النقاط اللي هي نقدر نحولها فلوس على زين كاش، حولها الى مجوهرات طبعا بدون سابق انذار او يابا مثلا تجي رسالة يعني اللي يحب يبقي ترى هيك حيصير الموضوع، اللي يحب يسحبهن يعني المفروض يبلغون الناس. طبعا انا كلش ضجت من هذا الموضوع وطبيت حكيت ويا عادل اللي متابع اللي يعرف ومنزل برنامج سنتات راح يعرف منو عادل. حكيت ويا عادل وقلت له عادل الموضوع ترى مو صحيح انه انت اني اليوم عندي كذا دولار واني مخليه ما محوله واني اللي قاعد اصوره اكثر من مره طبعا، ويدري هو انا ايش قد بالبدايه روجت للبرنامج لان البرنامج ما كان ياخذ من عندك ينطيك فقط. طبعا هو مو ما ياخذ من عندك انه ما ياخذ من عندك، هو لا، انت النقره مالتك خلوا ببالكم النقره مالتك على هاي الفراشه هي قاعد تجون على غير مكان نقره هم يستفادون من عندها، فاذا هو دا يستفاد دولار من النقره مالتك قاعد ينطيك سنت. خلينا نفترض هيك الموضوع تمام. على العموم اني هذا الموضوع كان اوكي يعني عسى ما اقل من السنت، المهم انه انت ما تدفع شيء. يعني انا من نزلت بوقتها بقناتي وشرحت للناس انه احنا ما نعطي اي شيء او المشاهد اللي متابعني ما راح يخسر شيء، في حال انه تغير شيء او هاي ما راح يقول لي والله انا خسرت وما اعرف شنو بسببك دفعت فلوس، فلذلك انا كنت اروج البرنامج. انما من تغير الموضوع وبيوم وليله غيروا كل سياسه البرنامج بدون ما يبلغون احد، وكل الناس اللي كان عندها نقاط ومسح بهاي النقاط فجاه تحولت الى مجوهرات وما يقدرون يحولون هاي المجوهرات الى نقاط. لازم تدخل روم غرف والغرفه تحول بيها شو اسمه المجوهرات الى هدايا. الحساب الثاني هم يكون تابع لك، وهاي المجوهرات يا اما راح توصل لك نقاط او هم توصل لك مجوهرات. يعني البعره الاكبر انه احتمال توصل لك مجوهرات. فطبعا يعني الموضوع كان نهائيا مو صحيح، غلطه كبيره من اداره البرنامج. وانا قلت لكم حكيت ويا عادل وقلت له هذا الموضوع مو صحيح، قال والله سياسه البرنامج وما اعرف شنو. على العموم يعني بعد هم سياسه البرنامج مساله وبكيفهم، يقول لك انا ما مخسرك شيء، يعني انا لا منطيني شيء انت ولا انت مجرد تستفاد من عندي. كنت جوي طرحوا موضوع انه لازم تشتري عداد، والعداد هذا هو اللي راح يعطيك نقاط. سعر العداد كان بكذا نقطه اول ما نزل، بدا يصعد لحد ما هسه مثلا عندك هذا العداد 1000 نقطه، خلينا نقول تجي على العداد 1000 نقطه صار سعره 260 ألف نقطه اللي هو ينطيك باليوم 1000 نقطه. تمام، ال1000 نقطه باليوم يعني 5 ايام، انت كل 5 ايام تطلع دولار، لان كل 5000 نقطه حاليا تحقق دولار. تمام، فانت هذا تشتريه ب 260 ألف نقطه، اي ما يعادل، خل اشوف لكم ال 260 ألف نقطه ايش قد راح تسوي. خلينا نقول انا هسه اريد احول، اروح على التحويل مثل ما تشوفون ال 260 ألف نقطه تعادل 52 دولار، يعطيك باليوم 1000 نقطه مثل ما تشوفون. هاي العداد اللي هو باليوم 1000 نقطه، العداد الماسي ثمن العداد 260 ألف نقطه 52 دولار. اني اول ما نزلوا البرنامج التحديث هذا ونزلوا العدادات صراحه احكيكم انا لحد الان ما بشتري عداد حتى تكونون بالصوره، واذا واحد يقول لي هاي منين لك هاي النقاط اللي عندك هسه اللي قاعد تشوفوها، فهسه راح احكي لكم منين جبت هاي النقاط. فمثل ما قلت لكم العداد اني ما اشتريته، ولحد الان اني ما مشتري العداد، وحتى اكو هوايه سالوني قالوا لي نشتري العداد ما نشتري العداد، فصراحه اخليت مسؤوليتي من هذا الموضوع. واذا احد يقول لي تنصحني اشتري او ما اشتري، فهنا اني ما اقدر اقول لك لا تشتري ولا ما تشتري، لان قبل اني من كنت اقول لك نزل البرنامج وراح تستفاد منه ما تخسر شيء، لان اني متاكد انه انتم ذاك الوقت ما راح تخسرون اي شيء، مجرد تفعلون الفراشه وتجيكم نقاط، واذا جبتوا ناس عن طريق كل واحد تجيك باليوم 100 نقطه. فيعني انت كنت المستفيد، ما لنا علاقه هم ايش يستفادون من التجوين اللي دا يصير على غير برنامج او غير مكان، بس القصد انه انت كنت مستفيد بدون ما تخسر اي شيء، ما عندك شيء تخسره، حتى لو كل 6 اشهر صار دولار هم انت الربحان ما خسران شيء. زين، الموضوع الثاني اللي هو اني ما مشتري عداد، بس مثل ما تشوفون عندي رصيد بالدولار وعندي نقاط. خل اشرح لكم شلون انا عندي رصيد بالدولار وعندي نقاط. يا شباب انا قبل ما كنت اروج للبرنامج كانوا اغلب الناس يسوون برنامجهم عن طريق رمز الاحاله الخاص بي، وكنت استفاد من كل واحد باليوم 100 نقطه، لان اني انت مسوي البرنامج على رمز الاحاله الخاص بي، ونفس الحاله
إحالة، أنا مسوي رمز الإحالة، مسوي برنامج العفو على رمز إحالة شخص آخر، هم ياخذ من عندي 100 نقطة باليوم. بس بعدين هذا الموضوع تغير وتحول إلى مجوهرات. يعني هسه أنا حتى المتابعين اللي عندي اللي يفعلون يوميا راح أحصل منهم بس 400 مجوهرة. إنما موضوع إنه هسه أنا عندي نقاط وعندي رصيد بالدولار. هنا شنو اللي صار يا شباب؟ الناس اللي مسوية عن طريق رمز الإحالة مالتي، هذول الناس اشتروا عدادات. فالبرنامج ايش سوى؟ قال لك إنه هذا مثلا شخص جايب 5000 واحد عنده بحسابه، 10000 واحد عنده بحسابه جاي عن طريقه، فلازم إنه هذا الشخص هم يكون له نصيب من هذا العداد مال الشخص اللي جاي عن طريقه. فأنا من الفريق مالتي يا شباب اكو ناس هواي مشترين عدادات، بس لو يشتري عداد ابو المليون نقطة باليوم اني ما راح اخذ غير 25 نقطة. مثل ما تشوفون، شوفوا هاي 25 نقطة. يعني هسه اذا هو يشتري عداد ينطي باليوم مليون نقطة، اني ما راح اخذ غير 25 نقطة. فيعني البرنامج سواه كشي دعم للناس اللي ساعدت بانتشار البرنامج، وخلى انه شي رمزي بسيط. يعني قلت لكم قبل انت تاخذ 100 نقطة من كل واحد يفعل البرنامج يومين يشغله، هسه انت ماكو، خلاص هي 25 نقطة. يربح 1000 نقطة باليوم، عنده عداد ابو المليون نقطة، انت تاخذ 25 نقطة فقط. فيا شباب الاشخاص اللي جايين عن طريق رمز الإحالة الخاص بي اللي هو هذا رمز الإحالة، شوفوا هذا مكتوب رمز الإحالة اللي هو 0711755719، اللي جايين عن طريق هذا رمز الإحالة ومشترين عدادات، انا قاعد اخذ من عندهم 25 نقطة من كل تفعيل للعداد. اما اللي جايين عن رمز الإحالة مالتي وما مشترين عدادات بس قاعد يشغلون البرنامج ويحصلون مجوهرات، فاني قاعد اخذ منهم مجوهرات فقط. ومثل ما تعرفون سالفة المجوهرات يعني سالفة عويصة وش سالفة طويلة. صح انت تعولها وتجيك نقاط، بس لازم تروح بغرفة، وصاحب الغرفة ياخذ نسبة، ابو البرنامج ياخذ نسبة، ابو الاسواق اللي براس الشارع ياخذ نسبة، اللي يبيع مي بالشارع ياخذ نسبة، تصفى لك نسبة. يعني ما اريد احكي حكاية، بس يعني مو ذاك الشيء اللي يسوي واهس للناس اللي ما مشترين عداد انه بعد يفعلون البرنامج. وهذا الشيء راح تلاحظوه انه مثل ما شوفتكم اني، شوف يعني اغلب الناس اللي مفعلين عندي البرنامج هم اللي مشترين عداد، بحيث ما قاعد تجيني مجوهرات هواي. ليش؟ اغلب الناس اللي ما عندهم عدادات قاموا ما يشغلون البرنامج، وهذا شيء سلبي طبعا. وانا هم قلت له العادل، قلت له اكثر الناس راح تخسرون هواي جمهور من هذا الموضوع، ويمكن لو مبلغين ما كان صار الموضوع هيك. يعني لو مبلغين يابا مثلا واحد عنده 100 دولار، حبايب احنا ان شاء الله راح نسوي تحديث، وهذا التحديث راح يؤدي الى تحويل نقاطك الى مجوهرات، والنقاط راح تكون كالاتي: من المجوهرات راح تستفاد من عندها بالرومات، تقدر تحولها كذا كذا. كان العالم مخير بعد، يعني هم ما عليهم عتب، بس هم ما بلغوا. الناس نامت بالليل، قعدت الصبح لقيت الوضعيه صايره هيك مجوهرات وتعال حول بالغرف وما ادري شنو. فهسه انت كمشاهد وتقول اني اريد انزل برنامج سنتات واني اريد استفاد، تمام. انت اذا نزلت البرنامج طبعا تنزله عن رمز الإحالة الخاص بيه او تنزله عن رمز الإحالة الخاص باي واحد، هذا شيء انت مخير بيه. بس خلي في بالك انه انت اذا تنزل البرنامج وتريد تشتري عداد، فلازم تنزل برنامجك عن طريق رمز إحالة يكون موثق. مثل ما قاعد تشوفون انا حسابي مكتوب رقم الهاتف موثق وصح يمه. يعني لا تنزل البرنامج عن طريق اي واحد وانت ما متاكد انه اذا كان حسابه موثق او لا، لان اي خلل احتمال يصير بحسابه او يسوي ناسخ ما ادري شنو، احتمال ياثر على حسابك. فانت مشتري البرنامج ومشتري العداد العفو ودافع فلوس، فلا تجازف انه تروح تسوي عن طريق رمز إحالة اي شخص. سوي عن طريق رمز إحالة شخص متاكد من حسابه انه يكون موثق. ومثل ما قلت لكم اذا تسالوني تنصحنا بالعداد او ما تنصحنا، فاني هذا الموضوع ما راح اتدخل به هالمره. اني اللي اقدر اساعدك به انه اقول لك ان العداد ايش قد ما تشتري، يعني انت اذا تشتري عداد اللي ينطيك 1000 نقطة تقدر تشتري 5 مرات هذا العداد يقوم ينطيك باليوم الواحد دولار. ايش وقت تفك الفلوس اللي انت اشتريت بيها هذا العداد؟ يعني احسب انت شهرين طلع فلوسك، وورا الشهرين خلاص تقوم تجيك كل شهر 30 دولار صافية لك، ربح فلوسك طلعت. تشتري اكثر دولارين، يعني تشتري مثلا 10 مرات يقوم يجيك باليوم دولارين، تشتري 20 مرة يقوم يجيك باليوم 4 دولارات. فكل ما راح تشتري العداد اكثر كل ما راح تستثمر اكثر ويزيد ربحك اكثر. فهذا الموضوع انتم مخيرين به. يعني انا ما اقدر اقول الواحد والله روح اشتري العداد وبضمانتي وهذا الموضوع خلاص ثابت، ما اقدر اقول لك هالشيء. ما دام البرنامج هو بالانترنت وما نعرف مثلا يعني مو مثلا مكاتب وشيء موثق من الحكومه وما يعني صح هو مكتوب انه شركه سنتات هي احدى مشاريع مجموعه، ما دام شيء بالانترنت ما ملموس فانت يعني هنا بعد بكيفك. قبل كنت اقول لك اي والله سوي وهاي انت حتستفاد. هسه استفادوا ناس هواي
هواي، يعني ما اكذب عليكم. يعني ناس اصدقائي همات يعني كانوا مسوين البرنامج، واول ما نزل طبعا اشتروه رخيص. كان العداد ابو الالف ما اعرف يعني كلش رخيص سعره، اشتروا عدادات كلش هواي. يعني عندي واحد من اصدقائي اشترى ب $500 وواحد منهم اكثر، وطلعوهن وهسه قاعد تجيهم الفلوس، قاعد تجيهم كله ربح، لان هو بعد ما خسران شيء، طلع الراس ماله وهذا كله ربح. واصلا بيهم هسه دا يريد يشترون بعد اكثر، لان يعني قامت تجي مبالغ حلوه. يعني اكو واحد يعني بالشهر الله يزيده يعني قاعد تجي هسه صافي ربح 400 او $500 صافي ربح، هو كل شيء ما يسوي ومطلع راس ماله. فهذا الموضوع انتم مخيرين بيه. اذا تقول لي انت مشتري عداد، اقول لك لا والله انا ما اشتريت عداد. يعني انا صراحه ما مهتم لهذا الموضوع كلش، انه عداد او ما شنو. يعني انا هاي اوكي صار هيك انه الموضوع ينطون 25 نقطه فزايد خير، رحم الله والديهم ما قصروا. يمكن اذا صار عندي مجموع نقاط من نفس البرنامج يكفي انه اشتري. يعني اذا صارت عندي مثلا خلينا نقول 260 الف نقطه، اشتري العداد ابو الالف. يعني هو من عنده من البرنامج نفسه اشتري، هذا ما عندي اي مشكله. فانت بكيفك، اذا حبيت تشتري البرنامج العفو تشتري عدادات وتقول انا احب استثمر، عندي فلوس ليش حاطها مثلا نظامها اريد استثمرها، فاستثمرها بهذا البرنامج. بس اني ما مسؤول عن اي شيء، يعني صراحه ما مسؤول عن اي شيء. يعني باكر عقبه لا يجي واحد يقول لي انت قنعتنا وانت قلت لنا اشتروا العداد وانت ما اعرف شنو، ما مسؤول نهائيا عن اي شيء. يعني اصدقائي من الناس اني صراحه ما نصحتهم يشترون العداد، بس هم جازفوا واشتروه والحمد لله والشكر، جت عدله وياهم. يمكن ناس واحد يقول لي انت متندم انه ما اشتريت العداد، لا والله ما متندم، بس يعني فرحان لجماعتي ان هم اشتروا العداد وقدروا يطلعون الفلوس وقدروا يستفادون، وهسه قاعد تجيهم كلها ارباح بالعافيه عليهم الله يزيدهم. فاخير شغله احب اقول لك اياها، في حال انت مقتنع تريد تستثمر فلوسك لازم تسوي عدادك او العفو تسوي برنامجك اللي راح تفعله عن طريق رمز احاله يكون حسابه موثق. مثل ما تشوف اكو علامه خضراء بصف الرقم، رقم الهاتف موثق، حتى اي اشكال يصير بالشخص اللي انت مسوي عن رمز الاحاله راح يعني ما تخاف انه يصير عنده مشاكل، لان هو شو اسمه حسابه موثق والشركه موثقته وما عنده اي مشاكل وحسابه مستمر. وبس يا شباب هذا كل شيء كان عن برنامج سنتات، ان شاء الله تستفادون، وان شاء الله اللي راح يقرر يشتري العداد يعني البرنامج راح يبقون ان شاء الله يبقون مستقرين على هذا الموضوع وما يغيروه، والناس كلها تستفاد، وهم اكيد $1,000,000,000 مستفادين. بقد المستفاده انت اضعاف هم بالعافيه عليهم، ما دام قاعد يفيدك فخليه يستفاد. اذا يفيدني $1 ويستفاد هو $100 بالعافيه عليه، ما دام هو دا يعرف طريقه انه يستفاد $100 بس يفيدني $1 فاني بالحالتين انا الربحان وهو ربحان، لان هو دا يشتغل وجهد وبرنامج ومطورين وقاعد يشتغلون على الموضوع. وهذا القرار بعد يرجع لكم يا شباب انتم بكيفكم. وبس هذا كان كل شيء عن برنامج سنتات. باي جايز.